تخيل لو فجأة النوم اختفى. مفيش أحلام، مفيش راحة، مفيش لحظة تغمض فيها عينيك. إيه اللي هيحصل لجسمك، لعقلك، ولحياتك كلها؟ تعال نشوف إيه تأثير كده بعد الإنترو. النوم مش بس وقت راحة، ده الوقت اللي فيه جسمك بيشتغل على تصليح نفسه. خلايا جسمك بتتجدد، جهاز المناعة بيتقوى، العضلات والأنسجة بتتعافى من التعب اليومي. لما النوم يختفي، الجسم يبدأ يتأثر على طول. تخيل أول يوم من غير نوم، شعورك بالتعب هيكون واضح، بس لسه ممكن تتحمله. الأسبوع الأول عضلاتك هتبقى ضعيفة، الدماغ هيبدأ يفقد جزء من التركيز، والمناعة هتتراجع تدريجياً. بعد شهر المشاكل الصحية هتتضاعف، القلب هيجهد، الضغط هيزيد، والأمراض هتلاقي طريقها لجسمك بسهولة. حتى العمليات البسيطة اللي الجسم بيعملها من غير ما تحس، زي إصلاح الخلايا التالفة أو إزالة السموم من الجسم، هتبدأ تتعطل. جسمك هيبقى كأنه آلة شغالة على طول بدون صيانة. التعب اللي هيتراكم مش بس جسدي، ده هيبدأ يؤثر على نوم عقلك اللي هو أصلاً مش موجود. تخيل كمان تأثير اختفاء النوم على شكلك وحالتك الجسدية. الجلد هيفقد مرونته، الهالات السوداء هتظهر بشكل دائم، والطاقة اليومية هتختفي. حتى شعورك بالجوع والعطش هيتغير، لأن الجسم مش قادر يرتب وظائفه الطبيعية من غير فترات الراحة. الإنسان من غير نوم مش بس هيتعب، ده جسمه هيتجه نحو انهيار تدريجي. والغريب إننا مهما حاولنا نصحى أكتر، الجسم مش هيعرف يوقف الضرر، لأنه فقد أهم أداة للترميم. والنوم مش بس بيصلح الجسم، ده كمان الوقت اللي العقل فيه بينظم نفسه. الأفكار بتترتب، الذكريات بتتخزن، المخ بيفلتر الأحداث اللي اتجمعت طول اليوم. لو النوم اختفى، العقل هيبدأ يعاني على طول. في البداية التركيز هيقل، هتلاقي نفسك مش قادر تكمل مهمة بسيطة بدون تشتت. بعد فترة الذاكرة هتتراجع، حاجات كنت فاكرها بسهولة هتبقى صعبة، حتى الذكريات القريبة هتضيع تدريجياً. تخيل كمان تأثير اختفاء النوم على العواطف. النوم بيخليك قادر تتحكم في غضبك، مخاوفك، وحتى سعادتك، ومن غيره مزاجك هيبقى متقلب، الانفعالات هتكون قوية، والضغط النفسي هيزيد يوم بعد يوم. الأحلام اللي كانت بتديك فرصة لتجربة مشاعر مختلفة أو معالجة مشاكل داخلية هتختفي، وده معناه إن العقل مش بس مش هيرتاح، ده كمان هيبدأ يخلق صراعات داخلية من غير حل. المرحلة المتقدمة من فقدان النوم، العقل هيبدأ يختلط عليه الواقع بالخيال. أفكارك هتبقى متشابكة، القرارات هتبقى غير منطقية، وممكن توصل لمرحلة إنك مش قادر تميز بين الحقيقة والخيال. تخيل نفسك بتواجه عالمك اليومي، وكل حاجة حواليك غريبة أو مش واضحة. ده مش مجرد تعاسة، ده اضطراب كامل للعقل. والأسوأ إنك هتحس بالوحدة الداخلية رغم إنك محاط بكل الناس، لأن عقلك هيكون محتاج النوم أكتر من أي وقت فات. تخيل كل البشر فجأة ما بقوش يناموا. في البداية هتحس إن الدنيا مفتوحة على الآخر. الوقت اللي كان بيضيع في النوم بقى كله متاح، المدارس، الشغل، الرياضة، السفر، كل حاجة ممكن تتعمل على طول. الإنجازات هتزيد، الاكتشافات هتحصل أسرع، والمدن هتشتغل 24 ساعة بلا توقف. لكن لما الوقت يبقى متاح للجميع من غير نوم، الحياة هتمشي بسرعة، لكن المشاكل هتظهر بسرعة كذلك. الناس مش هتعرف تتحكم في غضبها، ضغط الحياة هيزيد، والتوتر النفسي هيتراكم. المجتمعات هتبدأ تنهار، لأن الناس هتبقى أقل صبراً، أقل تعاوناً، وأكتر انفعالاً. تخيل المرور في مدينة كلها مستيقظة، الطرق هتبقى زحمة دايمة، الحوادث هتزيد، الجرائم هتتضاعف، حتى العلاقات الإنسانية هتتأثر، لأن كل واحد فينا مش هيقدر يوازن بين طاقته العقلية والجسدية. الأطفال اللي ما بيعرفوش يستوعبوا التوتر ده هيتربوا في بيئة كلها ضغط مستمر. لكن المثير، في لحظة
ممكن المجتمع يبتكر حلول جديدة، زي مثلاً ساعات عمل مختلفة، أدوات تنظم الوقت، طرق جديدة للتواصل. يعني من غير نوم المجتمع ممكن يتطور بشكل غير متوقع، لكنه هيكون دايماً على حافة الانهيار. ما هو تخيل مدينة كلها صاحية 24 ساعة، كل الناس بتجري وبتشتغل، لكن هل هتقدر تحافظ على توازنها النفسي والاجتماعي؟ ولا الانهيار مجرد مسألة وقت؟ كمان النوم مش خاص بالبشر بس، الحيوانات والنباتات كمان بيعتمدوا عليه. الحيوانات بترتاح علشان تتجدد طاقتها وتبقى قادرة تصطاد أو تهرب من الخطر. النباتات بالرغم إن ما عندهاش نوم زي البشر، ليها إيقاعات طبيعية بتقابل الليل والنهار. نومها الليلي بيأثر على النمو والتزهير وإنتاج الغذاء. لو النوم اختفى، الطبيعة كلها هتبدأ تتغير بشكل تدريجي. الحيوانات هتتصرف بغرابة، التوازن البيئي هيختل، النباتات مش هتقدر تتجدد بشكل طبيعي، وفواكه وخضار ومصادر غذاء كتيرة هتقل. حتى الليل والنهار هيفقدوا قيمتهم. النهار مش هيبقى مجرد وقت للعمل، والليل مش هيبقى وقت للراحة. كل شيء هيبقى مستمر، لكن الحياة الطبيعية هتختل. ما هو النوم مش بس جزء من حياتنا، ده جزء من توازن الحياة كلها. النوم مش مجرد لحظة راحة، ده الوقت اللي فيه أجسامنا بتتجدد وعقولنا بترتب نفسها، والمجتمع والطبيعة بتحافظ على توازنها. من غير النوم كل شيء بيتغير ببطء، بطريقة ما نقدرش نتخيلها بالكامل. الإنسان ممكن يفضل صاحي، لكن كياننا نفسه هيبدأ يختلف. الطاقة، الأفكار، الإحساس بالواقع، كل حاجة هتتبدل تدريجياً. وحتى لو قدرنا نتكيف، هيفضل في شيء غامض، حاجة فقدناها من وجودنا، شيء ممكن يكون سر حياتنا اللي احنا مش فاهمينه. والسؤال الوحيد اللي يفضل معاك بعد ما الفيديو يخلص: ايه أكتر حاجة تخاف تخسرها لو النوم اختفى؟ اكتب إجابتك في التعليقات، واشترك في القناة لو عايز تفضل تتخيل معانا احتمالات أغرب.